ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنراجع مع بعض على المحاضرة رقم 5 في السوفت وير ديفلوبمنت. المحاضرة 5 بتكلمنا عن البروجكت مانجمنت، وان البروجكت مانجمنت دي حاجة مهمة جوه السوفت وير ديفلوبمنت. البروجكت مانجمنت دي بتحتوي على البلاننج والاورجنايزنج والكنترولنج في البروجكت عن طريق تحقيق الجولز اللي احنا عاوزينها في السكوب والتايم والكواليتي. تمام. كمان البروجكت مانجمنت بيحتوي على تاسكات معقده ومتشعبه، بس احنا هنركز على 3 حاجات، ايه هما؟ البروجكت بلاننج والبروجكت ريفيو اند presentations والبروجكت بوست مورتم. تمام. واغلب المحاضره هتكون عن البروجكت بلاننج عشان فيها 7 بارتس، وكل بارتس هنشوف التفاصيل بتاعتها. تمام. فالبروجكت بلاننج هي اللي واخده الجزء الاكبر من المحاضره. تمام. اما اخر 2 هما البروجكت ريفيو اند برزنتيشن والبروجكت بوست مورتم، دول هيبقوا كلمتين سهلين في الاخر. تمام. طيب خش على اول حاجه، هي البروجكت بلاننج. هما 7 بارتس او 7 فيزز او 7 ستيبس، اي حاجه. تمام. ال7 ستيبس دول البلان دريفن بياخدهم كلهم، اما الاجايل بياخد سبست منهم، يعني بياخد جزء منهم، مش لازم ياخدهم كلهم الاجايل. تمام. طيب ايه هما؟ اول حاجه البروجكت اورجانيزيشن، تاني حاجه الريسك اناليسيز، تالت حاجة الريسورس requirements، رابع حاجة التاسك estimation، خامس حاجة البروجكت schedule، سادس حاجة defect management، سابع حاجة project oversight أو اللي هي عملية المونيتورنج والريبورتنج. تمام. قال لنا إن البلان أداة كويسة عشان نحدد الشغل، بس لما نخلص كتابة البلان ونوافق عليها كده ما خلصناش. في الواقع أو في الحياة الطبيعية البروجكت often sorts ذا بلان. يعني ايه؟ يعني البروجكت ممكن يعطل البلان، والبروجكت بلاننج اللي احنا كتبناها في الاول ما بتخلصش، لا دي بتستمر، بتكونتينيوس. تمام. خلال فترة البروجكت كلها. تمام. كمان في البلان دريفن البروجكت بلان دي عبارة عن ايه جوه البلان دريفن؟ دي عبارة عن فورمال دوكيمنت بيكتبه البروجكت مانجر. تمام. وبيتوافق عليها من التيم والإدارة، الديفلوبمنت تيم والابر مانجمنت. تمام. طيب البلان دي بتعتبر كونتراكت او عقد، بتحدد ايه؟ اوتلاينز او بتوضح ايه اللي هيعمله التيم وازاي، وبتديسكرايب او بتوصف ازاي هنمانج البروجكت. كمان بتستيت او بتوضح امتى وازاي هنعدل او هنموديفاي يعني البلان نفسها. تمام. طيب نخش في اول واحدة من ال7 ستيب، وهي البروجكت اورجانيزيشن. تمام. ده جزء البلان اللي بيبقى فيه ايه؟ اللي بيبقى فيه ال3 حاجات دول، ايه البروسيس موديل اللي هنستخدمها في البروجكت، وازاي هنمانج التيم، وازاي هنرن البروجكت day to day basis، يعني ايه الحاجات اللي هنعملها يوم بيوم. تمام. بالنسبة للاكسبيرينس التيم اللي عنده خبرة، الحاجات دي سهلة بالنسبة له، ممكن يقول ان احنا هنعمل نفس اللي بنعمله كل مرة. تمام. والجزء بتاع البروجكت اورجانيزيشن ده مهم للان اكسبيرينس تيم وللنيو براند بروجكت، عشان بيوفر فريم ورك واضح بيوضح كل حاجه. تمام. طيب نيجي لتاني حاجه، وهي الريسك اناليسيس. يعني ايه ريسك اناليسيس؟ دي فيها بنفكر في اوحش حاجه ممكن تحصل واحنا شغالين على البروجكت، يعني بنفكر في الورست كيس سيناريوز. زي ايه؟ زي ايه البروبلمز اللي ممكن تحصل، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل، ايه اللي هنعمله لو حصل. تمام. والريسك اناليسيز ليها 5 امثله، تعالوا نشوف كل واحده هي عباره عن ايه. تمام. اول حاجه السكيدجول سليبس. يعني ايه سكيدجول سليبس؟ يعني يحصل سكيدجول ديلي، تاخير في السكيدجول. مثلا تاسك اخذت مني 3 اسابيع والمفروض اصلا تاخد مني 3 ايام. تمام. في البلان دريفن ده خطر. طب امتى يحصل؟ لو مفيش ستيتس ميتنج منتظمه. طيب لو حصل ومفيش ستيتس ميتنج منتظمه، هروح اقول للمانجر بدري على طول، احسن من انك تتاخر وتقول له بعدها. كانت مثلا التاسك دي المفروض تخلص من اسبوعين. تمام. طيب في الاجايل ده مش خطر او مش بيحصل كتير. ليه؟ عشان بيكون في ديلي ستيتس ميتنج يوميا، فاول ما يلاقوا ديلي بياخدوا اكشن على طول ويصلحوه. تمام. ده بالنسبه لايه؟ للسكيدجول سليبس. طيب تاني حاجه معانا وهي اكسسيف ديفكت ريت. يعني ايه؟ يعني معدل الديفكتس اكسسيف كتير، يعني واحنا بنتست نلاقي باجز كتير. تمام. هل لما الاقي باجز كتير هل اكمل واضيف الفيتشرز الجديده ولا اوقف واصلح الباجز؟ طيب عاوزين نعرف الاول امتى الديفكت ريت بيبقى عالي او امتى الاكسسيف ديفكت ريت بيحصل.
بيحصل لما انتجريت بيلد لفيتشرز كتيرة كل فيكسد سكيدجول. يعني مثلا نانتجريت كل اسبوع مرة، تمام؟ طب ما بيحصلش امتى؟ ما بيحصلش لما نعمل انتجريت بيلد يوميا every day، او اي وقت مثلا نعمل فيتشر جديدة نضيفها على طول، انتجريت على طول، تمام؟ طيب في الحالتين اعمل ايه لما الاقي باجز كتير او الديفكت ريت يكون عالي؟ الاحسن ان احنا نوقف اننا نضيف الفيتشرز الجديدة واروح ادور على الروت كوز او السبب الرئيسي للديفكتس دي ونصلحها، بعد كده اكمل ايه الفيتشرز الجديدة، تمام؟ بالنسبة لنظرة المانجمنت لينا، هتقول ان الموضوع ده صعب يتعمل عشان هنتأخر وكده، لكن ده بالنسبة لنا بيكون هو ده الصح، تمام؟ تمام. طيب تالت حاجة وهي requirements misunderstood. يعني ايه؟ يعني سوء فهم المتطلبات. يعني ايه؟ يعني اللي بيعمله الديفلوبر مش هو اللي عاوزه الكاستمر، وده بيحصل لما يتقاطع الكاستمر مع الديفلوبر. الكاستمر اللي بيهمه ايه؟ الابليكيشن دومين، وبيهمه عاوز البرودكت يعمل ايه، ده اللي بيهم الكاستمر. اما الديفلوبر بيهمه التكنيكال برسبكتيف، النظرة التكنيكال، وبيهمه برضو ازاي البرودكت هيتعمل وهيشتغل، تمام؟ طيب الحل ايه بقى؟ الحل ان الكاستمر يكون اون سايت في نفس المكان بتاع الديفلوبر، تمام؟ والديفلوبر يعملوا ديليفربل برودكتس كتير، يعني يفضلوا ايه، يسلموا برودكتس او اجزاء من البرودكت كتير، تمام؟ تمام. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا requirements chart. يعني ايه؟ يعني او ده امتى يحصل؟ لما نكون شغالين او التيم يكون شغال والكاستمر يفضل يعمل تشينج ريكويرمنتس، يفضل يغير في الريكويرمنتس واحنا شغالين، وده بيعمل طبعا ايه؟ بيعمل فوضى. طيب وده طب بيؤدي لايه الريكويرمنتس تشارن ده؟ بيؤدي مثلا لثلاث حاجات. ايه هما؟ الميسد ديليفري ديتس، يعني صعب نلتزم بالديدلاينز والديليفري ديت هيفوتنا. كمان rework overload، يعني نعمل rework تاني، نعيد الكودينج والتستنج والانتجريشن تاني. كمان high defect rate، هيدينا defect rate عالي، نشتغل تاني على البجز الجديدة ونصلحها وهكذا، تمام؟ طيب الحل بقى عشان ما يبقاش عندنا requirements churn، حل ايه؟ لو احنا في agile يبقى نمسك ال prioritized requirements list او ال product backlog، تمام؟ ونمانج ونريفاين عند بوينتس محددة. يعني مثلا في الاكس بي نحدد بعد كل iteration نشوف هنغير الريكويرمنتس ولا لا، تمام؟ او مثلا في السكرام في الباكلوج ريفاينمنت ميتنج، تمام؟ طيب اما في البلان دريفن هنا بنعملها من خلال تشينج كنترول بورد او سي سي بي. دي لجنه بتشوف اي ريكويرمنتس جديد اذا ينفع نضيفه ولا لا، تمام؟ ويفضل يكون حد من الديفلوبرز جوه اللجنه دي، تمام؟ تمام. طيب في احتماليه خطر ان السي سي بي تضيف ريكويرمنتس من غير ما تفهم السكيدجول والافورت بتاعها، تمام؟ في ايه؟ في احتماليه خطر كده، تمام؟ طيب بعد كده عندنا التيرن اوفر. التيرن اوفر يعني ايه؟ يعني ان اكتر ديفلوبر يكون experienced يمشي من التيم قبل ما يخلص البروجكت، تمام؟ طيب وعشان نقلل التيرن اوفر ده بنعمل ايه؟ بنعمل الحاجات دي للديفلوبر، نديهم اهتمام او نديهم انترستنج، يعني ما نهمشوش يعني وكده، نديهم برضو بيئة كويسة للشغل، نديهم كنترول على السكيدجولز بتاعتهم، يكونوا هم اللي بيعملوا السكيدجول بتاعتهم هم، تمام؟ كمان في حل بس مش قوي. يعني ايه؟ يعني اننا ممكن نزود الماني ليهم عشان ما يمشيش حد اكسبيرينسد من التيم. الحل ده كويس بس غالبا مش بينجح، تمام؟ لو حد من الديفلوبر مشي نكمل عادي يعني مش مهم، تمام؟ طيب بس دي ايه؟ دي الاكزامبلز بتوع الريسك اناليسيس: schedule slips, excessive defect rate, requirements misunderstood, requirements chart, turnover، تمام؟ قال لنا حاجة كمان عن الريسك avoidance and mitigation. يعني ايه؟ الافويدنس يعني في كل ريسك نفكر ازاي نافويد او نتجنب الريسك ده. عن طريق ايه؟ طيب عن طريق اننا نعمل الحاجات دي: نبلد سلاك في السكيدجول، يعني نعمل حسابنا في وقت زيادة في السكيدجول، نعمل كونستانت كود ريفيو، نعمل ريفيو ثابتة للكود، نفريز الريكويرمنتس بدري، يعني نثبت الريكويرمنتس بدري، نعمل frequent release، ونعمل pair programming.
تمام. طيب الميتيجيشن في كل ريسك نفكر هنعمل ايه لو حصل worst case scenario. مثلا ممكن نعمل ايه، نريموف فيتشرز من الريليز دي، او مثلا نوقف شغل على الفيتشرز الجديدة ونحل البجز، او مثلا نتفاوض اننا نحط الفيتشرز الجديدة دي في الفيوتشر ريليزز. تمام. تمام. طيب لو فعلا الريسك حصل خلاص، ايه، انك تكون مخطط له وعامل ميتيجيشن احسن من انك تصطدم بيه، صح ولا لا؟ صح. طيب لما نعمل avoidance و mitigation فكده كأننا بنعمل بلان عشان نهندل الريسكس دي. تمام؟ كمان في الاتريتيف موديل او في الاجايل الاحسن اننا نريفيزت على الريسكس بتاعتنا كل iteration ونشوف ايه اللي هنغيرها وايه الريسكس الجديدة اللي نضيفها وايه الريسكس اللي نمسحها، وهكذا في كل iteration نعمل الكلام ده. تمام. طيب كده نكون خلصنا ايه تاني جزء وهو الريسك اناليسيس. طيب نيجي لتالت حاجة وهي الريسورس requirements. ايه الريسورس requirements دي؟ كل الريسورس اللي هي السوفت وير والهاردوير والهيومن ريسورس. طيب عشان نعرف الحاجات دي محتاجين نجاوب على الأسئلة دي. عشان نعرف نحدد الحاجات دي محتاجين نجاوب على الأسئلة دي. زي ايه؟ زي how many people المطلوبين في البروجكت، هل هيبدأوا مع بعض ولا لأ، ولا على phases يعني. كمان زي how many computers محتاجينها، زي what development environment، ايه بيئة التطوير اللي محتاجينها اللي هم التولز والسوفت وير عشان نبيلد ونتست ونديبلوي. كمان هل التيم trained متدرب على الانفايرمنت دي ولا لا. كمان what support software and hardware المطلوبين عشان نعمل عليه integration. كل الحاجات دي لازم نعرفها عشان نحدد السوفت وير هاردوير هيومن ريسورس. تمام. عشان نجاوب على الحاجات دي لازم نعرف حاجتين مهمين قوي اللي هما ايه، التارجت بلاتفورم والابلكيشن دومين. تمام. عشان نجاوب على التيم سايز اللي هما how many people والبروجكت فيزز والستارت ديتس. الحاجات دي الافورت استيميشن والسكيدجولينج، الحاجتين اللي هما اللي بعد كده دول ايه، دول اللي هيجاوبوا على الحاجات دي. تمام. طيب كده نكون خلصنا برضو الريسورس ريكويرمنتس. طيب نيجي لرابع حاجة وهي التاسك استيميشن. ايه هي التاسك استيميشن؟ ده يعتبر الفيرست ستيب عشان نعمل بروجكت سكيدجول، الستيب الخامسة اللي هي البروجكت سكيدجول يعني. وفي بنشوف ايه اللي هيتعمل وكل ستيب هتاخد قد ايه. تمام. مش هينفع نعمل استيميشن من غير ما يكون عندنا detailed decomposition من الفيتشرز واليوزر ستوريز. تمام. طيب الستبس بتاعت الاستيميشن الصح هي ايه؟ 4 ستيب. اول حاجة نسلكت مجموعة من الهاي priority requirements. تمام. تاني حاجة نعمل design solution لمجموعة الفيتشرز دي. تالت حاجة نعمل detailed decomposition of features ونحولها ل implementable tasks. تمام. رابع حاجة نعمل effort estimation للiteration دي. تمام. طيب لازم تقسم الشغل لتاسكس ما تعديش الأسبوع، الأفضل إن هما يكونوا يوم أو يومين. تمام. ما بنعملش استيميشن غير بوحدة الساعات، البيرسون اور. اي استيميشن لازم الوحدة بتاعته تكون الساعات، بيرسون اورز. تمام. طيب تقسيم التاسكات الكبيرة لتاسكات اصغر ده بيخلينا نفهم اكتر ونعمل بلان كويسة. والتاسكات الصغيرة دي المفروض التاسك الواحدة تخلص في قعدة واحدة أو one sitting. تمام. أول لما يكون عندنا الليست اوف تاسكس دي نقدر نبدأ في السايز استيميشن والإيفورت استيميشن. طيب أول حاجة السايز، تاني حاجة الإيفورت، وتالت حاجة السكيدجول اللي هي الستيب الخامسة. تمام. السايز الأول ليه؟ عشان لازم نكون عارفين حجم الشغل قبل ما نفكر في المدة اللي هياخدها. طيب نشوف أول حاجة السايز بعد كده الإيفورت. السايز ممكن أحدده منين؟ ممكن أحدده من number of functional modules، ممكن number of classes، number of methods، number of function points، number of object points. طيب ايه هما الفانكشن points والobject points؟ function points دي اللي هما الانبوت والاوتبوت والinternal والاكسترنال files. اما الobject points دي السكرينز والفورمز والريبورت او المسجز واللوجيك. تمام. ده باختصار شديد يعني. طيب ايه هو الافورت استيميشن؟ effort estimation ده بيتحسب بالساعة person hours. احنا قلنا اي estimation نعمله بالساعة person hours. تمام. طيب effort estimation ده فيه تكنيكس كتيرة بيعتمدوا على اننا نعد الحاجات، بس في طريقة اسمها ديلفي ميثود.
دي كويك وافيشنت. طيب خطواتها ايه الديلفي ميثود؟ 5 ستيب. ايه هما الخمسة ستيب؟ اول حاجة نشوف 3 سينيور ديفلوبر، تمام، دول بيكونوا عندهم خبرة وبيدونا جس كويس للإفورت استيميشن ده، تمام. بعد كده اديهم التاسك بريك داون. بعد كده كل ديفلوبر منهم هيديك 3 ارقام: shortest تايم، نورمال تايم، longest تايم، كلهم بيرسون اورز بالساعات، تمام. بعد كده هنحسب الافريج لكل تايم. shortest تايم الافريج بتاعه 2 و3 و2 7 7 3 فعلا كذا، تمام. نورمال تايم هنحسب الافريج، اللونجست تايم هنحسب الافريج، تمام. وهنختار افريج واحده منهم نخليها هي الاوفيشال ايفورت استيميشن، هي الايفورت استيميشن الرسميه بتاعت التاسك ده، تمام. طيب حاجة أخيرة لازم نعرفها هي إيه؟ إن المانجرز ما ينفعش يعملوا estimations، ما ينفعش خالص المانجرز يعملوا estimates حتى لو كان المانجر ده كان شغال زمان developer، ما ينفعش برضه، تمام؟ طيب كده نكون خلصنا إيه؟ خلصنا التاسك estimation. طيب نروح للستيب رقم 5 وهي البروجكت سكيدجول. بعد ما حسبنا السايز والإفورت استيميتس للريليز أو للإتريشن، نروح بقى نعمل إيه؟ نكرييت السكيدجول اللي بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الأربع حاجات دول: Task Dependencies, Developer Availability, Development Duty Cycle, Developer Workload Management. طيب يعني ايه تاسك ديبندنسز؟ التاسك ديبندنسز دي حاجة مهمة لازم الديفلوبر يحددوها ويشوفوها. يحددوا ويشوفوا ايه التاسك ديبندنسز ده. يعني يشوفوا هل في تاسكات هتبدأ مع بعض start simultaneously، هل في تاسك مش هتبدأ غير لما تاسك معينة تخلص، يعني تاسك معتمد على تاسك. هل في تاسك هتبدأ لما التاسك التانية half finished أو نصها يخلص، تاسك معتمدة نسبيا على تاسك، تمام. فده التاسك dependencies. طيب تاني حاجة الديفلوبر availability. يعني ايه؟ يعني لازم نعمل حسابنا على البفر تايم والتريننج والسيك دايز والفيكيشن والويك اندز. الايام دي كلها الايام اللي مش هيشتغل فيها الديفلوبر لازم نكون عاملين حسابنا عليها، تمام. لازم نكون عاملين حسابنا في الاجازات والحاجات دي عشان البروجكت كله ما يتعطلش، تمام. طيب الديفلوبمنت ديوتي سايكل يعني ايه؟ يعني الديفلوبر بيقضي 8 ساعات يوميا في الشركة، بس هل ال8 ساعات دول كلهم بيشتغلهم؟ لا، ال8 ساعات دول فيهم بيعمل اكتيفيتيز زي انه بيقرا ايميلات، بيحضر ميتنج، بيراجع الكود، بياخد راحة، تمام. والكلام ده كله ممكن ياخد ايه من 2 ل4 ساعات يوميا، يعني تقريبا نص الوقت، 2 ل4، يعني نص ال8 ساعات بيقضيها activities، تمام. عشان كده بنقول the development duty cycle can be as low as 50%، تمام. يعني لو عملنا effort estimation ولقينا التاسك هتاخد 8 ساعات، ده معناه انها مش هتخلص في يوم، صح كده؟ احنا قلنا لو التاسك هتاخد 8 ساعات، تمام، هو قاعد في الشركة 8 ساعات بس، هل بيشتغل ال 8 ساعات كلهم؟ لا، فكده تاسك هتاخد 8 ساعات يبقى معناها ان هي هتاخد اكتر من يوم، تمام. طيب الديفلوبر ورك لود مانجمنت يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الديفلوبر يشتغل في اكتر من تاسك في نفس الوقت. developer shouldn't be scheduled to work on multiple tasks at the same time، عشان ده هيخلي السكيدجول مش واقعي والديدلاين هيفوتنا. عشان كده المفروض نتجنب موضوع الورك لود ده، تمام. طيب ظبطنا الحاجات دي وتمام، عشان لو ما ظبطناش الحاجات دي السكيدجول مش هيكون مظبوط، تمام. طيب يلا بينا نعمل بقى ايه سكيدجول بالبروجكت سكيدجول سوفت وير او البروجكت مانجمنت سوفت وير. عندنا سوفت وير كتير، 3 للبلان دريفن و3 للاجايل. الجيرا، تريلو، بيفوتال، تراكر ده اجايل، اما فاست تراك سكيدجولينج، بيس كام وميرلين ده بلان دريفن، تمام. طيب او ممكن نستخدم السبريد شيت ابروتش زي ما قال عمو سبولسكي، والسبريد شيت بيكون شكله كده. طيب اول عمود الفيتشر، تاني عمود التاسك، priority, original estimation, current estimation, elapsed, remaining, developer velocity. 9 عواميد، تمام. طيب الفيتشر الواحدة بتتقسم لمجموعة من التاسك، يعني مثلا فيتشر اللوجين، فيتشر الهوم، بتتقسم لمجموعة من التاسكس، وبعدها نحدد priority لكل تاسك، نشوف مين الأهم ونرتبهم. يعني مثلا اللوج ان يو اي، بعد كده لوج ان باك اند، وبعد كده هكذا.
فاحنا ايه رتبناها، قلنا اللوج ان باك اند اهم، بعد كده لوج ان يو اي اهم، وهكذا. تمام. طيب بعد كده الاوريجينال استيميت والكرنت استيميت بحط فيهم ايه دول؟ بحط فيهم الايفورت استيميشن اللي السينيور ديفلوبر اداهولنا. تمام تمام. يعني هو في فرق ما بينهم، بس خلينا مبدئيا ان احنا نقول عليهم ان احنا بنحط فيهم الايفورت استيميشن اللي اداهولنا السينيور ديفلوبر. تمام. طيب ايه قصة الالابسد والريمينينج؟ الالابسد تايم والريمينينج تايم. الالابسد تايم ده الوقت اللي عدى واحنا بنشتغل في البروجكت. طب الريمينينج ده باقي وقت قد ايه من اصل البروجكت عشان نخلصه. يعني مثلا الاوريجينال او كرنت 6 والابسد 0 وريمينينج 6، فاضل 6 ساعات وانجزنا 0، فكده احنا لسه ما بدأناش فيه. اما هنا مثلا 6 ساعات، خلصنا 6 ساعات وفاضل 0، يعني كده احنا خلصناها كلها ومش متبقي اي حاجة، فكده الريمينينج تايم بيساوي الكرنت استيميت ناقص الالابسد. الكرنت استيميت مثلا الريمينينج هنا 6، تمام، فبتساوي الكرنت استيميت ناقص الالابسد. طب مثلا هنا الكرنت استيميت 10، الريمينينج 9، والالابسد 1، فهنا التاسك تاخد 10 ساعات، انجزنا منهم واحدة، يبقى فاضل كام؟ 9. بنطرح 10 ناقص 1، 9. تمام. طيب فهنا بنقول لو لسه بنبدأ في التاسك يبقى الالابسد بزيرو والريمينينج ب6. تمام. طب لو خلصنا التاسك يبقى الابسد ب6 والريمينينج ب0. تمام. طيب الديفلوبر ده مين اللي هيشتغلوا على التاسك دي؟ تمام. طيب بالنسبة للكرنت استيميت والإلابس تايم والريمينينج تايم، دول التلاتة دول بنغير فيهم اكتر من مره في اليوم. تمام. الكرنت استيميت ده بيختلف ايه عن الاوريجينال استيميت؟ الاوريجينال استيميت ده بنحط فيه الايفورت استيميشن اللي اداه لنا السينيور ديفلوبر، لكن الكرنت استيميت ممكن مثلا السينيور ديفلوبر يقول لنا انه التاسك دي هتاخد 10 ساعات زي مثلا هنا. تمام. بس لما نبدأ شغل فيها بنلاقي انها هتخلص في 8 ساعات، فبنعدل الكرنت استيميت ونعدل الالابسد. مثلا احنا خلصناها في 8 ساعات، خلصناها كلها ومتبقي 0 فخلصناها، وهكذا. فاحنا بنغير الكرنت استيميت والالابسد والريمينينج. تمام. طيب ايه بقى موضوع بقى الفيلوسيتي؟ تمام. قبل الفيلوسيتي خلاص تمام، دول الاوريجينال استيميت دي الحاجه اللي اداها لنا السينيور ديفلوبر. الكرنت استيميت دي الحاجه اللي احنا شايفين التاسك هتخلص في قد ايه، يعني حاسين ان التاسك هو قال ادالنا مثلا 6 ساعات وحاسين ان هي هتخلص في 10 ساعات، فاحنا بنعدل الستة اللي كانت هنا ونخليها 10. تمام. وهكذا. الالابس والريمينينج دي بنشوف الكرنت استيميت مثلا 10 فخلصنا ساعة ومتبقي 9، او في الكرنت استيميت 8 فخلصنا ال8 ساعات كلهم ومش متبقي حاجة، فكده خلصنا. تمام تمام. نيجي بقى للفيلوسيتي. الفيلوسيتي عبارة عن estimated effort task مقسوم على الاكتشوال effort، او بمسميات الجدول يعني الاوريجينال estimate مقسوم على elapsed time. تمام. يبقى الفيلوسيتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن estimated effort task مقسوم على الeffort الاكتشوال effort، او الاوريجينال estimate مقسوم على elapsed time. تمام. طيب يعني هنا 6 على، او هنا 10 على 8، او ممكن الاوريجينال على الكرنت او الاوريجينال على الالابسد. تمام. بس نعتمدها ان هي الاوريجينال على الالابسد. تمام. عشان دي بتكون في نهاية التاسك لما نخلص التاسك، فهنا احنا مخلصين التاسك وهنا مخلصين التاسك، وهنا ماشي نعمل كده وكده 10، يبقى هنا كام؟ 0. تمام. عشان لازم الفيلوسيتي تتحسب بعد ما التاسك تخلص. تمام. طيب ال6 على 10 فيها 0.6، ال10 على 8 فيها الواحد اكتر من الواحد، ال10 على 10 فيها الواحد. تمام. الفيلوسيتي ساعات بتبقى اقل من الواحد، اكتر من الواحد، وهكذا. طيب لو الفيلوسيتي اكبر من الواحد معناها ايه؟ معناها ان اللي توقعناه كان اكتر من اللي اخدناه، يعني احنا انجزنا، احنا اخدنا وقت اقل من المتوقع او من اللي توقعه السينيور. تمام. وده طالما ادالنا قيمة اكبر من واحد يبقى بنسميها over estimated. ده معناه ان الاوريجينال estimate اكبر من current estimate او الالابس. تمام. يعني احنا اخدنا تايم اقل من المتوقع، اقل من الاكسبكت. طيب لو الفيلوسيتي اقل
يعني مثلا يبقى كده البسط اقل من المقام، يعني كده الاوريجينال استيميت اقل من الابسد او الكرنت استيميت، يعني كده احنا اخدنا وقت اكتر من المتوقع. it took longer time than estimated. تمام، وده بنسميه underestimated. تمام، او اصغر من واحد underestimated، لو اكبر من واحد overestimated. تمام، بس اصغر من واحد يبقى البسط اصغر من المقام، فكده اخدنا وقت اكبر من المتوقع. تمام، طيب لو بتساوي واحد معناه ان الاوريجينال استيميت بتساوي الكرنت او الالابس. تمام، بس فده كده بيرفكت، وده الايديال كيس. تمام، طيب ليه بنحسب اصلا الفيلوسيتي؟ عشان نشوف الدقة او الاكيوريت بتاعت استيميشن لكل تاسك قال عليها السينيور ديفلوبر ده، عشان لو مش قد كده يحاول يتطوروا في موضوع الاستيميشن ده اللي بعد كده. تمام، عشان نعرف نعتمد عليهم ولا لا. كمان لو الفيلوسيتي هنلاقي بقى الفيلوسيتي يا اما متذبذبه يا اما تمام. يعني ايه متذبذبه او فلوكتسس وايدلي؟ يعني مثلا تاسك نلاقيها 0.6، تاسك 1.8، تاسك 1.2. يعني تاسكات ايه متذبذبه كده، الفيلوسيتي وحشه، محتاجين السينيور ديفلوبر دول يتطوروا في موضوع الاستيميشن. تمام، اما لو الفيلوسيتي تمام، يعني كل التاسكات بواحد او مثلا ما بين رينج معين، بين رينج مثلا 0.85 و 1.15 كده، هم السينيور ديفلوبر هم فعلا اكسبيرينس وتمام يعني. تمام، كده نكون خلصنا البروجكت سكيدجول، وهنخش على الديفكت مانجمنت. طيب سادس حاجة وهي الديفكت مانجمنت. يعني ايه؟ يعني الديفكتس دي حاجة حتمية او inevitable. تمام، لازم في اي بروجكت يحصل ديفكت. تمام، في البروجكت بلان لازم نعمل حسابنا في وقت للتستنج المستمر، وكمان في السكيدجول لازم نعمل حسابنا في وقت احتياطي او بفر تايم عشان نهندل اي ديفكتس نكتشفها. تمام، الديفلوبر بيعملوا ايه او بيركزوا على حاجتين، ايه هما؟ ان هم يقدموا اقل ديفكت ممكنه في الكود، كمان نفايند اند فيكس الديفكتس على قد ما نقدر قبل ما نعمل ريليز للسوفت وير. ولو عملنا كل حاجه برضه هيبقى في ديفكتس قليله. فالمين اوبجيكتيف او الهدف بتاعنا او بالنسبه لنا هو ايه؟ هو ان احنا نعمل ريليز للسوفت وير باقل ديفكتس ممكنه، كمان نتاكد ان الديفكتس اللي موجوده مش بتاثر او بتاثر بسيط، مينيمال امباكت على الامبورتنس. تمام، تمام، الديفكتس ليفلات، تعالوا نشوف من الاخطر للامن. تمام، الفتل، وبعد كده السيفير، السيريس، الانوينج او التريفيال، الفيتشر ريكويست. اول حاجه او اخطر حاجه وهو الفتل. يعني ايه الفتل؟ ده كارثي، يعني ده ديفكت بيخلي السيستم يحصل له كراش وان ريسبونسيف ولوز داتا. تمام، طيب السيرف السيفير قصدي، عندنا فانكشناليتي مهم مش شغاله ومفيش حل بديل ليها او مفيش ورك اراوند ليها. يعني ايه؟ يعني مثلا في مثلا حاجه مفروض ندفع لها بالكريدت كارد، مفيش اي وسيله دفع تاني غيرها ودي مش شغاله، فكده ايه؟ ده يعتبر سيفير. تمام، طيب السيريس، سيريز عندنا فانكشناليتي مهمة مش شغالة بس دي ليها حل بديل، ليها ورك اراوند موجود. زي ايه؟ زي مثلا الكريدت كارد الدفع فيها مش شغال بس ممكن تدفع عن طريق فوري او باي بال او كده. تمام، بس ده بيكون ديفكت سيريس. طيب الانوينج تريفيال، يعني ايه؟ ده ديفكت صغنن كده او مينيو بيزعج اليوزر بس مش بيأثر على السيستم. يعني مثلا الزرار بيكون حجمه صغير شوية، مكانه مش متظبط شوية كده يعني. ده ايه؟ ده الانوينج او التريفيال. طيب الفيتشر ريكويست، الفيتشر ريكويست ده ما يعتبرش ديفكت يعني، هو أأمن واحد. ده ببساطة فانكشناليتي عاوزين يضيفوها في الريليز بعدين. تمام، أي وقت نلاقي ديفكت من دول نعمل ريبورت فايل عنه ونحطه في الديفكت تراكنج سيستم عشان الديفلوبر يقدروا يشوفوا كام عدد الديفكتس موجودة ويبدأوا يصلحوها من الأخطر لحد الأأمن أو لحد تحت. تمام، ولازم نحاول نشيل الديفكت رقم 1 و2 وكمان نحاول نشيل رقم 3. تمام، تمام، كده نكون خلصنا سادس حاجة وهي الديفكت مانجمنت. فاضل آخر حاجة وهي البروجكت
oversight أو المونيتورنج والريبورتنج. طيب البروجكت اوفرسايت او عملية المونيتورنج والريبورتنج يعني ايه؟ دي عملية بيحصل فيها توجيه البروجكت ونحدد المشاكل وناخد اكشن صح عشان البروجكت يمشي صح من حيث التايم وكوست وسكوب وكواليتي. وبنعمل جوه البروجكت اوفرسايت الاكتيفيتيز اللي هم ايه؟ مونيتورنج بروجرس، ده بنعمل تراك للتاسكات اللي خلصناها بالنسبة للبلان اللي احنا قلناها او عملناها، ونراجع السكيدجولز والديدلاين. المانجنج ديفلوبر يعني ايه؟ يعني نتابع الكوميونيكيشن ما بين التيم زي الميتنج الديلي ميتنج في الاجايل، ونتابع الديفلوبر بيشتغلوا ولا واقفين، ونتابع الورك لود عشان ما فيش ديفلوبر يبقى عليه شغل اوفرلودد. تمام. المانجنج ذا بروسيس يعني نعمل evaluate للبروسيس اللي متفقين عليها ونشوف هل فعالة ولا بطيئة نحسنها. الريبورتنج ان احنا نوصل حالة البروجكت للمانجر او الستيك هولدر او نكوميونيكيت البروجكت ستاتس للمانجر والستيك هولدر. تمام. وده زي كده صورة جمعت فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها وكل حاجة ايه الحاجات اللي مهمة فيها. وكده نكون خلصنا ال planning. فاضل لنا حاجتين: ال status review and presentation وال project post mortem. تمام. طيب نيجي لل status review and presentation. دي اللي هو ازاي التيم يعمل ريفيو على حالة البروجكت. كل ما كان البروجكت اكبر كل ما كان الريفيو بقى فورمال، ولازم نوصل ريبورت بالستيتس للمانجمنت. وبنركز في الريبورت ده اننا نجاوب 3 اسئله: ايه هما؟ ايه اللي حققناه من ساعه اخر ريفيو؟ ايه الحاجات اللي محققناهاش وكنا مخططين ليها في الاتريشن دي؟ وايه النكست ستيب؟ تمام. طبعا بلاش تأفور وانت بتقدم الستاتس ريفيو ده، يعني تجنب التزيين البروجرس وتقديم اعذار واخفاء المشاكل، الكلام ده كله. خليك دايما honest امين. خليك عارف ان الجود ريبورت بيكون فيه positive updates والchallenges او problems. في الحاجتين البوزيتيف updates والchallenges. تمام. الريبورت اللي فيه good news بس، اخبار كويسة بس، ده هيدمر الكريديبيليتي او الثقة. تمام. عشان في النهاية المشاكل مصيرها هتظهر، فالافضل اننا نشارك المشاكل دي بحيث نلاقي حل ليها. تمام. ده بالنسبة للايه؟ للستاتس ريفيو. بالنسبة للبرزنتيشن، لما نقدم برزنتيشن لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. هي ايه؟ لازم نعرف مين الاودينس بتوعنا، لازم نظبط البرزنتيشن حسب مستوى الاودينس، نخلي الهدف قدامنا وقدام الاودينس. البرزنتيشن تكون صغيرة وهادفة short and to point. نتجنب نحط سلايدز كتير، ما نخليش البوينتس تبقى complete sentences، لا نخليها talking point ونتوسع فيها بعدين. تمام. ده بالنسبة للstatus review and presentation. خش بعد كده على البروجكت بوست مورتم. البروجكت بوست مورتم ده ميتنج نعمله بعد ما نخلص البروجكت. after every project بنشوف التشالنجز والليسونز والبرسبشنز فيه كانت ازاي، ونجاوب على الاسئله دي. ايه الجولز بتاعت البروجكت وهل عرفنا نحققها؟ هل البروجكت كان ماشي كويس ولا لا؟ هل البروسيس مشيت كويس؟ وايه الايشوز اللي ظهرت؟ وهل مشينا على البروسيس دي؟ ولو لا، ايه الاجزاء اللي كانت بروبلم فيها؟ هل التزمنا بالسكيدجول ولا لا؟ هل عملنا كل الفيتشرز اللي الكاستمر طلبها ولا لا؟ لو جت فرصة اننا نعيد البروجكت، ايه اللي هنعمله مختلف؟ ليه كان عندنا ديفكتس كتيرة؟ ليه اشتغلنا 60 ساعة في الأسبوع آخر الشهر؟ إيه اللي محتاجين نصلحه المرة الجاية؟ ومين المسؤول إنه يصلحها؟ تمام؟ بنسأل نفسنا كل الحاجات دي ونجاوب عليها. طيب الريستروسبكتيف ميتنج ده أو الميتنج ده في البلان دريفن بيتعمل بعد ما نخلص البروجكت after the product release. اما في الاجايل ده بيتعمل بعد كل iteration او بعد كل sprint لو بنتكلم سكرام. تمام. دي المحاضرة. عارف ان المحاضرة تقيلة شوية وطويلة حبتين 3، بس يعني حبيت ان انا اخلصها في وقت يعني اعتقد اقل من ان احنا نذاكرها لوحدينا وكده وبس. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك او تقول رأيك او دعوة حلوة كده منك وبس كده. يلا سلام.